قال لك نحن لا نقبل بوجود الوفد الاسرائيلي. ابو بعدين، طب انتوا عملتوا ايه؟ ولا حاجه. هم استفادوا من هذه الواقعه عشان يغطوا على المحاوله الحقيقيه اللي في 30 شخصيه افريقيه وقعوا عليها في اعلان طنجه في المغرب لطرد حركه البوليساريو الارهابيه من الاتحاد الافريقي. الله، هي البوليساريو موجوده في الاتحاد الافريقي؟ للاسف. تخيلوا. طب ازاي؟ طب ما في ميثاق لهذا الاتحاد ايام ما كان اسمه منظمه الوحده الافريقيه، وكانت الماده الرابعه من ميثاق منظمه الوحده الافريقيه اللي تعدلت بعد كده بقى اسمه الاتحاد الافريقي في سنه 2001 وتبنى نفس الميثاق، لم يتم تعديله. الماده الرابعه بتقول ايه؟ ميثاق الوحده الافريقيه، منظمه الوحده الافريقيه اكد على ان المنظمه لا تعطي العضويه الا الى دول ذات سياده. الله، طب ما دي حركه. ايه ده؟ انت حطيت وراك خلفيه؟ انت عايز تضايقهم اكتر؟ لا، واسمها حركه ايه؟ حركه الماك. حركه الماك، الحركه دي 8 مليون جزائري. 8 مليون جزائري دول موجودين في داخل الجزائر وبيمارس عليهم يعني اكتر اجراءات التعسفيه ضد مواطنين في دوله في الدنيا، وتم الحكم بالمؤبد على رئيس هذه الحركه واحكام غيابيه ضده، وبالتاكيد يعني استطاع الهرب الى فرنسا. فرنسا؟ طب فرنسا بتحتضن هذه الحركه ليه؟ لوقت الحاجه. مفيش مشاكل يعني. ده هم يعني كانوا من اسباب الرئيسيه لطرد الفرنساويين من الجزائر. هؤلاء الابطال اللي هم مزيغ الجزائر الذين قابلوا بلاء حسن وطردوا الاستعمار الفرنسي من الجزائر، ثم فوجئوا بان عصابه جنرالات فرنسا الذين زرعتهم بعد خروجهم من يعني من الحرب الضروس اللي كانت ضدهم، زرعوا هؤلاء الجنرالات يحققوا مصالح فرنسا النهارده، وهم النهارده اللي بيحكموا الجزائر. 1962 تم الغاء تماما حاجه اسمها القبائل. الله، طب ودول ما لهمش حق؟ لا، ما لهمش حق. ما حدش يتكلم عنهم، مش هتحش بقك. انا هتكلم وهنجيب الناس دول قالوا ايه. وفي يعني لقاء تلفزيوني انا تحصلت عليه، هنشوف الناس دي يعني حصل معاهم ايه. تحيا الجمهوريه القبائل الامازيغيه المستقله، تحيا المقاومه الاصيله الاصليه. برضو سؤال بطرحه دايما لاخواتنا الجزائريين، فلوسكم بتروح فين؟ يعني انتم عندكم غاز، عندكم نفط، وتستطيعوا ان كنتم تكونوا من اغنى الدول العربيه في المنطقه. فلوسكم بتروح فين؟ محدش فيكم سأل فلوسه بتروح فين؟ بص يا حبيبي، محمد الخامس الله يسامحه الملك المغربي، عندما كانت فرنسا موجوده وبتحتل الجزائر، فرنسا قالت له هندي لك كل الاراضي اللي احنا احتلناها من المغرب جوه الجزائر، هنديها لك خلاص، بس لا تدعم الجزائر. قال لهم لا، خوه دي ودتنا في داهيه، خوه دي ودتنا في داهيه خلاص. قال لهم لا هدعم. قالوا طب خلاص ادعم. اما خرج في 62 الاحتلال، طبعا هو ساب جنرالات فرنسا، فقالوا طبعا انتوا كده، طبعا احنا هناخد بقى الاجزاء المغربيه المحتله ومش هتاخدوها. وده اللي قالوه، يعني تندوف دي ارض مغربيه، تلت الجزائر بالطول كده من جانب الشرقي الجزائري لا كانت مغرب، موريتانيا كلها كانت مغرب. انتوا عارفين موريتانيا دي اتعملت ازاي؟ كانت القبائل الموجوده في موريتانيا تتبع للملك، يعني تحت يعني العرش المغربي. ففي عيد العرش المغرب القبائل بتروح تهني الملك. فالاسبان خلاص اخروا القبائل بتاعت موريتانيا، خلوهم في الاخر، وتعطلوا كتير 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 عشان يخشوا. قالوا لهم لا 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 لا، الملك بيحتقركم، ده مش عايز يدخلكم، انتوا ارجعوا دلوقتي موريتانيا خلاص، وقولوا ان انتوا هتخرجوا بره المملكه واحنا هندعمكم. ده اللي حصل. وحصل بعد كده دوله اسمها موريتانيا، دي كلها مغرب، ده نص تشاد مغرب. يعني بالراحه كده بهدوء، انتوا اقروا في التاريخ، شوفوا الخرائط التاريخيه. فطبعا جنرالات الجزائر مش عاجبهم الكلام. من حق المغرب ان تدعم القبائل، محدش يقدر يقول لها لا.
وانا النهارده بعلن من قناتي هنا المتواضعه جدا، بندعم القبائل، بندعم قبائل الماك. ربنا ينصركم وترجعوا تاخدوا حقوقكم. اسمها الصحراء المغربيه، معلش يعني قولها ورايا، مغربيه، الصحراء المغربيه. انتوا عارفين ان في الجزائر، سمعت حاجه بس مش عارف، مش مصدقها، هيلغوا الصلاه وهيخلوا الصلاه اللي بعد صلاه العصر صلاه ما بعد العصر او صلاه ما قبل العشاء.